لو فاكرة ان التعب اللي حاسة بيه عادي، فممكن تكوني متعودة على حاجة مش طبيعية خالص. نقص الحديد مش رقم في التحليل، ده ممكن يكون السبب في انك مش قادرة تعيشي يومك بطاقتك الكاملة. بتصحي من النوم ولسه تعبانة حتى من غير ما تعملي حاجة، ده مش كسل، ده ممكن يكون جسمك مش واصل له اكسجين كفاية. بتدوخي فجأة او بتحسي ان الدنيا بتلف لما تقفي، اللحظة دي مش عادية، دي اشارة ان المخ مش واخد احتياجه من الاكسجين. بصيتي في المراية وحسيتي وشك متغير باهت مش زي الأول، ده مش إرهاق بس، ده ممكن يكون نقص في الهيموجلوبين. مش قادرة تركزي، بتنسي بسرعة، الموضوع مش ضغط بس، المخ نفسه محتاج أكسجين عشان يشتغل صح. شعرك بيقع، أظافرك بتتكسر، جسمك بيبدأ يوفر الحديد للأهم ويسيب الحاجات دي تتأثر الأول. الأخطر إنك ممكن تعيشي بكل الأعراض دي وتفتكري إن ده طبيعي، لكن الحقيقة ان ده ممكن يكون نقص حديد واضح وبيسحب طاقتك يوم ورا يوم. لو حسيتي باي عرض من دول، اعملي تحليل دم بسيط لان صحتك تستاهل، واكتبي في الكومنت حسيت بكذا عرض عشان غيرك ياخد باله. وما تنسيش اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.